عيني على الطبخ. الله عليك شويه ملوخيه جمبري بقى ايه من بتاع بلاد بره. العب دي السمكه البوري اللي على الفحم السنجاري. ها الله 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 دي مشوي زيت وليمون. الله تفتح النفس والله. الله 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 العب في الخلط. يعني السمكيه دي مع طبق الرز ده مع السلطتين دول الطحينه والسلطه الخضراء والعيش ب 45 جنيه. 45 جنيه ممتاز. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اخوكم محمد الشامي. السلام عليكم. واخوكم محمد حنفي. السلام عليكم. نحدثكم ونحييكم من 6 اكتوبر. الموضوع بقى بدأ حكايته على ضفاف عزبة البرج في دمياط. استاذ جمال يعني من حوالي 3-4 سنين كده بدأ يعمل مشروع، وبدأ يجيب عربية نقل فيها ايس بوكس مليانة اسماك بتاعتنا بقى، البوري والبولتي والدينيس والوقار، الحاجات اللي هي اللي موجودة في اتجاه دمياط، وبيجي وفسيخ ورنجة وحاجات كده، وبيجي عند مسجد عماد راغب في اكتوبر، وكان بيقف مرتين في الاسبوع وبيبيع الاوردرات دي. شوية شوية ربنا اكرمه وقام فتح في الحي التاني محل صغير تيك اواي بس من غير صاله، بيبيع برده من خلاله الوجبات بتاعته والحاجات اللطيفه دي والاسماك النيه في نفس الوقت. المهم الراجل ده ربنا كرمه من حوالي شهر كده وفتح مطعم اكبر شويه بصاله في 6 اكتوبر في الحي الاول قدام معهد الحصري بالظبط. كلمني قال لي انا فتحت وبقالي فتره داخل في شهر، طب انت بتعمل ايه يا عم جمال؟ فعم جمال قال لي والله بص انا اللطيف عندي ان انا عندي وجبات بتبدا من 45 جنيه، يعني البوري والبولتي الحاجات التقليديه. انتوا عارفين اغلب مطاعم الاسماك دلوقتي بقت كلها بقى تعمل الصينيه المليئه بالاستاكوزا المحشي بالكابوريا وعلى وشه شويه جمبري ومتطعم بالكافيار. لا يعني احنا بنتكلم وجبنه بقى فوق كل ده. لا احنا بنتكلم في مطعم اسماك تقليدي بلدي. تاكل بوري كده اللي هو بالرد. الحاجات العاديه، حتى طريقه الاكل بلدي. الشيفات من كفر الشيخ ومن دمياط، يعني اهل السمك كله، وهو عامل توليفه لطيفه كده. احنا هنطلع دلوقتي عنده ونشوف هو بيعمل ايه ونحاول نسلط الضوء عليه وربنا يجعلنا سبب وندعمه. فلندعم الاستاذ جمال. واي حد من اكتوبر من الشيخ زايد من المنطقه هنا يقدر يجي يجربه، لان حتى اسعاره من المنيو لما بعتها لي اسعاره لطيفه جدا، تعتبر ارخص من اسعار مطاعم مشويات اليومين دول. هيا بنا. احنا كده وصلنا يا جماعه دلوقتي عند اسماك البازافندي. لو انت في الحي الاول ده معهد الشيخ الحصري اهو صورته اهي. استنوا نقرب. ازيك يا عم الشيخ؟ نرجع بقى كده ونشوف في البازافندي. تعالوا بقى نخش. بسم الله الرحمن الرحيم. ده البازافندي جاي لكم طازه من دمياط. البازافندي بس هو صوره البازا ده غالبا ده هو ده ممكن يبقى جمال او ابو جمال. لا يعني هو ده مش البازا، يعني ممكن يكون جمال بقى. احنا نخش نشوف. احنا هنشوف شكله دلوقتي. ما يمكن يبقى اسمه جمال البازافندي. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا باشا؟ عامل ايه اخبارك؟ عامل ايه؟ الحمد لله. الله اكبر. والله تمام. ما شاء الله. حبيبي. الف مبروك على المكان الجديد. الله يبارك فيك. الله يخليك يا باشا. انا حكيت كده للناس حكايه سريعه بس نحب نسمعها منك. البدايه كانت من 3 سنين. كنا بننزل بعربيه سبت وحد في الحي الرابع هنا عند مسجد عماد راغب. بدانا اول اسبوع مثلا بعنا اقول نص الكميه، فلقيت الدنيا مش ماشيه معانا واحنا بنبيع ني، يعني القصه مش ماشيه مع الناس هنا. فالاسبوع اللي بعده جبنا فرن صغير من بتاع الذره اللي هو بتاع الستات البيوت ده العربيه، نزلناه على جنب عشان الجهاز والحكايه والروايه، وبدانا نعمل جماعه نوع تسويق. فبداوا الزباين بتتفاعل معانا كل اسبوع بزياده عن الثاني، كل اسبوع بزياده عن الثاني. ما شاء الله. لحد ما الناس ربنا اكرمنا وهي اللي الحت علينا في ان لازم يبقى عندكم مكان، لازم يبقى في مكان. خدت بقى المكان الصغير اللي في الحي الثاني. خدنا مكان في الحي الثاني في سنتر علي الدين. تمام. كان مكان تيكاواي، مكان صغير. الحمد لله بدانا واحده واحده كل يوم عن الثاني، طالما انت محافظ على الجوده والسعر ربنا يكرمك. انت قلت لي في ممكن من اول 45 جنيه الناس ممكن تاكل هنا. يا باشا انا عندي الاكل من اول 45 جنيه هتاكل وجبه بولتي، سمكه ورز وسلطه وعيش وطحينه، حاجه متفل 14. طب احنا عايزين نشوف الحاجات دي. انت عارف الظروف اليومين دول مش مساعده الناس، فعايزين كده نقرب مع الناس الدنيا. خلي بالك الظروف مش مساعده الناس، وانا عايز الناس تعذر اصحاب المطاعم شويه. لا ما انا الناس فاهمه، الناس كل الناس كل البيزنس تعبانه. يعني القصه يعني اصبح مبالغ فيها قوي، صحيح. واحنا بنحاول نزق قدر المستطاع والله. يعني مش عايز اقول لك ان احنا من 3 سنين بنكسب احسن من النهارده. يعني النهارده مفيش انا فاهم. الحمد لله. الله يكون في عون الجميع. ازيك يا شيف؟ عامل ايه؟ من كفر الشيخ. كفر الشيخ يا باشا. طبعا هو في شيف في مطعم سمك مش من كفر الشيخ. لا يا باشا اجيب كفر الشيخ. من بلديات
سيادنا. بسم الله ما شاء الله. البوري بقى البلدي الجميل البولتي، بس البولتي ده مزارع صح؟ البلطي 90% منه مزارع، 90% مزارع. لكن القصه في حاجه خلي بالك، احنا كرميطه انا باكل السمك بطنه مقفوله، ما بنضفش بطنه، فانا يعني انا مصور لايف من كام يوم فاتح البطن السمك قدام الناس، وده شيء من الجنون لان انا عارف بطن السمك شكلها ايه. تمام. نجيب سمكه نظيفه، اهم حاجه المرعى شبعانه مش شبعانه، السمكه بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، سمكه محمله يعني، سمكه بسم الله ما شاء الله، حاجه تفتح النفس ما شاء الله. انا بس لفت نظري هنا ان في مكرونه الرفيعه، عشان دي المكرونه البلدي بتاعتنا الرفيعه دي بتجنني وما بلاقيهاش. يا باشا. احنا كفراويه زي بعض. احنا كفراويه خد ولازم بالك. نعمل انضف حاجه يا باشا. خد بالك مني. لازم يا باشا. حبيبي حبيبي يا شيف. سمكنا يا باشا 90% منه بيجي من دمياط يوم طازه. ما شاء الله. الله اكبر. قصدي فبفضل من عند ربنا. الله اكبر. وايه موضوع بقى الفسيخ والرنجه ده؟ موضوع الفسيخ والرنجه احنا الحمد لله من الحاجات اللي تميزنا بيها قوي ان احنا الفسيخ والرنجه يعني بنملح فسيخ فوق الخيال. يعني فوق انت الخيال. انا هنا في المطعم ممكن اعمل اكله الفسيخ والرنجه بتاعتي في المطعم يا عندك؟ باشا اكله الفسيخ والرنجه موجوده وسندوتش الفسيخ والرنجه موجود. ده حلو ده. ايوه ده حلو. سندوتش رنجه بس. انت النهارده سندوتش فسيخ ورنجه النهارده ب 80 جنيه، بسم الله الرحمن الرحيم اكلته 100 فل 14 وقمت غسلت ايديكم. طب 80 جنيه السندوتشين؟ السندوتشين. واحد فسيخ واحد رنجه. ايوه. ما شاء الله. طب احنا فين هنا بالظبط؟ احنا هنا في اكتوبر الحي الاول المجاوره الاولى امام معهد الحصري، معهد الحصري في وشنا على طول. بتوصلوا فين بقى؟ بنوصل اكتوبر وزايد وحدائق الاهرام وحدائق اكتوبر، يعني بتاخدها من بدايه من الشيخ زايد لما لحدائق الاهرام. طب وعندك في بعض الاوردرات، يعني انا اسف في القطع، لا ولا يهمك. في بعض الاوردرات بتجيلي التجمع فبوصل تجمع. يعني عندي لو ناس كتير اوردر في فيصل. كبير كده فيصل بنوديه. والهرم، عندي فيصل والهرم عندي فيها زباين كتير. ما شاء الله. بنتفق بنرتب قبلها بيوم، انا محتاج 1 2 3 4 بحيث الاوردر يروح لسخن في نفس الميعاد. خلي بالك الاوردر بيطلع من عندي هنا انا بديك 3 ساعات يفضل الاكل سخن سخن سخن. رقم التليفون كام بقى؟ رقم الاداره 010 237 392 وفي 4 ارقام هنا في المطعم، الرقم اللي انا حافظه منهم يعني 010 3 وحدات 75 367. كويس انك حافظ منهم رقم. هنشوف المنيو دلوقتي. حافظ هنشوف المنيو. احنا عايزين بقى 010 3 وحدات 75 367 وفي الارقام الثانيه دي، ورقم الاداره ده للشكاوى والمقترحات. كده يا جماعه هو الارقام، خدوا سكرين شوت اهو، الارقام بتاعتهم كلها اللي عليها الواتساب والارقام العاديه. البازا فندي بيوصل يعتبر يعني امتداد الجيزه بالكامل بيوصلوا، ولو في اوردرات بعيده شويه عزومات او حاجه الراجل بيوصلها. وهنبص دلوقتي على الاسعار والراجل بيراهن بالاسعار بتاعته، فهنشوفها دلوقتي ايه. بس اهم حاجه بقى نخش نشوف الاكل نفسه. ده ايه ده بقى ده؟ ده المكرب سنجاري. ده الماكريل ده من السمكات المكرب ده الحلوه من قوي سمك يعني. الاوميجا 3 عالي فوق ما يعني فوق الخيال. ده انت بتعمل الماكريل هنا زيت وليمون سنجاري. زيت وليمون سنجاري مش مرطب، عاملينه صينيه خطيره، يعني عاملينه صينيه بالبطاطس سواء صوص ابيض او صوص احمر، حاجه فوق الخيال. ما شاء الله. طبعا احنا بنطلب السمك من بره. اللطيف بقى في الامر ان المطبخ مفتوح، يعني انت واقف حنفي اعمل باي باي للكاميرا. المطبخ مفتوح قدام الناس. نيجي هنا في مرحله التنظيف. تسلم ايدك يا معلم. الزيت عندك يوم بيوم وكده، خلي بالك الزيت ده مثلا قلينا فيه مرتين ثلاثه النهارده الزيت عندك يوم بيوم وكده. ما شاء الله. بسم الله ما شاء الزيت الله. اسود مفيش تاني. وانا شايف كمان في وجاء فحم، يعني انت السنجاري على الفحم والزيت والليمون على الفحم حاجه هتكلم انا بقى خطيرة. سنجاري على الفحم النهارده حاجه حكايه. بجد هتكلم حاجه سنجاري على الفحم بجد؟ حاجه حكايه بجد اوعى والله. تكون عشان بتكلم كفر كفر الشيخ الشيخ. وادب كفر الشيخ. حبيبي حبيبي يا شيف. اسمك كريم ايه بقى؟ الشيف عبد علي. حبيبي يا شيف عبد علي. عمرك يا باشا. دي انت بتجهزها للقليه؟ جزء ليا يا باشا. بتفتح لها جيب. ايه بقى؟ مستردة؟ مستردة على توم على سنه الخل على شويه البهارات الكمون كمون طبعا. كمون شغل البيتي بلدي. وكيف تنزلها دي؟ نزلها حلوه. هتنزل على الزيت على طول؟ يلا. السمكة ايه بعد ما طلعت عايزة تاكل وهي سخنة. انجز بقى يا شيف عشان عايز تاكل وهي يا سخنة. باشا سنه الكزبره الحلوه دي. الله عليك. في تتبيله ثانيه يا باشا. كمان في تتبيلة لا ده احنا كده والله العظيم يعني ده كده زيادة والله. هتشم الريحه بقى. ده في جوزة الطيب هنا. باينة. الله. يلا كفاية حرام عليك أنا بموت بالليل. ده كده بقى الماكريل السنجاري بعد ما طلع من الفرن. الله الله الله. العب العب في الخلط. هو ايه اللي انت بتعمله ده يا شيف؟ ده يا باشا ملوخيه. ملوخية. وبنسلق طبعا الكتكوت زي ما انت شايف كده، بنجيب اللحمه بتاعتنا كده. حلو. ودي ملوخية ازاي؟ ده انا شايفها شوربة سي فود. يا باشا دي ملوخيه بس لسه هتاخد بقى الملوخيه بتاعتها. يعني ده البيون ده نفسه. اليوم بتاعهم. حلو. جمبري والبهارات والتومة والبصله والبصلة. البشه وريحه البشه بتاعتها. الله عليك الله عليك. شوية رز سعودية ريحتهم بتجيب صوت العرس. تسلم ايدك. ده الرز. ما شاء الله. خش عليا بالملوخية.
طبعا البيون ولا بملوخيه طبعا ده هتلاقيها ايه ده بتضرب بالنار دي. ده بقى التقليه التقليه بقى نحطها في الطشه بتاعتنا. شويه الثوم مع الزيت. شويه الثوم مع الزيت مع سنه الكزبره. يلا بينا. ودي يا شيف ودي. يا عيني على الصبر. الله عليك. شويه ملوخيه جمبري بقى ايه بتاع بلاد بره. يلعب دي السمكه البوري اللي على الفحم السنجاري. ها الله الله الله. عندنا الكابوريا بقى بتتسلق. تلاقي بقى البكر فلاي وهو بيتعمل على الجريل وحاجه ايه تفتح اللبس. ده ايه ده فيليه؟ فيليه مشوي؟ سمكه زيت وليمون. زيت وليمون. الله تفتح النفس والله. ده الجندوفلي كمان بتعمله على الجريل. تكمله لمجموعه الكفراويه. الشيف مين بقى؟ شيف كازانوفا. كازانوفا واحد بس. كازانوفا الكفراوي. حبيبي يا كازانوفا. لكن الصوص بقى بعد ما هترص الجمبري الحلو ده نحط عليه الصوص. ده بقى حته بقى ايه؟ الجريل رده الشغل البلدي بتاعنا بس بتاع سخن مش عارف اقرب. كده بقى الجمبري الجميل بتاعنا ده ولا ده المكرونه ده؟ ده الجمبري انت بتبله الاول. ايوه بتجيبيه بله وينزل على الزيت. ده مقلي راس وديل. ها؟ مقلي راس وديل. نجيب المنيو. اول حاجه بقى سلطات ام حميده. خيار مملح يعني مش مخلل يعني نركز في الكلام لو سمحتوا عشان مش عايزين نلخفن. شويه بقى السلطات اللطيفه. سلطه بطارخ الباز، سلطه تونه، سلطه رنجه، سلطه فسيخ، الحاجات المختلفه يعني. بقى كده السلطات العاديه. نيجي بقى للرز. الرز بقى كل مكرونات السي فود والرز وطاجن الريس حنفي. اسمك موجود في المنيو. ايوه انا اسمي موجود. طاجن الريس حنفي اهو. طاجن سبيته وكفته جمبري وكل وحنشان وبطارخ والباقي يعني حنشان. الشرب بقى بكلاويز وملوخيه بالجمبري وجمبري صوص احمر وشوربه كافيار وشوربه فواكه البحر وشوربه فواكه البحر مخليه وشوربه البازافندي. سندوتشات بقى الرنجه ب 40 و50. انا شايف ان الاسعار كلها لطيفه. وهو بص بيقول لك ايه السندوتشات شامله السلطات وفسيخ بقى ايوه بيد. يلا بيد العب خش عليا. احنا كنا جايين في وجبه ب 45. ايه اللي حصل ده؟ الصينيه بتاعت الشيف اهي. دي ده انت كده ده فسحه. دي عايزه يوم من اول النهار. الله ده في ايدك كمان هي دي صينيه من الصواني العروض بتاعتنا صح؟ ايوه. دي ايه بقى الصينيه دي عباره عن دي ايه؟ عزومه البازافندي يا باشا. عزومه البازافندي. تكفي من 6 ل 8 فرد. دي فيها قد ايه بقى؟ فيها ايه اصلا؟ شايف فيها جمبري نوعين. 3 انواع. 3 انواع جمبري. 3 انواع جمبري. وفيليه وصبيت حلو وجندوفلي. الله اكبر. وكابوريا. الله اكبر. والملوخيه بالجمبري. ومعاها 6 رز. 6 رز كمان. والسلطات. دي بكام سعرها؟ والطحينه. الصينيه دي ب 1600 تكفي من 6 فرد ل 8 فرد. من 8 فرد يعني نقول ان احنا قسم بقى يعني 200 جنيه الواحد يدبوا في الدبه ده. وفي لسه معاها 8 رز. معاها 8 رز. 8 رز كمان. يبقى والسلطات والطحينه. ومعاها سلطات وطحينه كمان. سلطات والطحينه والعيش. حلو قوي الكلام ده. هي فيها وزن حوالي قد ايه؟ الوزن بتاعها ايه ده فيها كابوريا هنا انا مش واخد بالي. الوزن بتاعها حوالي 3 كيلو. 3 كيلو؟ 3 كيلو اسماك. 3 كيلو اسماك ايه؟ مش اي اسماك. ايوه على البريميوم. جمبريات الله اكبر. تعالوا بقى نرجع للوجبات تاني نبص عليها سريعا قبل ما بقيه الاكل يجي. وجبه تحدي البازافندي ب 50 جنيه. سمكه بولتي ورز وسلطه وخبز وطحينه. وجبه الواد حدوده سمكه بوري ورز وسلطه وعيش وطحينه ب 70 جنيه ممتازه. فيليه ربع كيلو فيليه مشوي او مقلي وشيش طاووق وعيش وسلطه وطحينه ب 60 جنيه 100. وجبه فتش 2 سمكه بولتي ورز وسلطه وطحينه ب 90 جنيه ممتازه بصراحه. وجبه الشاويش عطيه سمكه بوري وسمكه بولتي ورز وسلطه وطحينه ب 100. وجبه نورماندي 2 سمكه بوري ورز وسلطه وعيش وطحينه. وجبه الست عزيزه دي فيها جمبري مقلي او مشوي وفليه مشوي او مقلي ورز وسلطه وطحينه وعيش ب 130. هايل. الرز الصياديه بتاعنا ده ال8 رز دول بينزلوا مع انا كنت جاي في وجبه ام 45 لو سمحت كده. انت الموضوع كده وسع منك خالص. عايزين ندمر الدنيا. ليه ندمرها؟ احنا عايزين نبني الدنيا. حبيب قلبي. وفي بقى عندهم هنا بقى الحاجات اللي هي الميكسات بقى الكبيره اللي هي صينيه عزومه البازافندي اللي هي 6 ل 8 افراد فرد شامله السلطه اللي هي دي اللي قدامنا دي. في منها حجمين في 4 ل 6 دي 1300. وفي بقى وجبات تانية عندهم. وفي بقى طاجن رز بلبن. دي بقى الحلويات بقى رز بلبن دمياطي ومهلبيه دمياطي وطاجن جيلي وفخفخينه البازافندي. ما فيش مشبك دي المشبك على فكره موجود تقريبا جمعه في الشهر وجمعتين في الشهر. بتجيبوه هنا مشبك برضو؟ كادوهات للعملاء. يعني اغلب العملاء بتوعنا عارفين ان هو يوم الجمعه بيفتح الشنطه بتفاجئ ان فيها مشبك. ده احنا كده بقى نطلب يوم الجمعه عشان ناخد شويه مشبك معاك. يا باشا انت المكان مكانك. حبيبي يا كبير. طلعتنا والله. الله يكرمك.
نبدا بقى كده ايه، نشوف الملوخيه بالجمبري دي بتقول ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يا حنفي في ايه؟ لا انا تمام. عبد الرحمن ما جاش النهارده معلش يعني. بص انا اهو. تسلم ايديكم اول حاجه طبعا. احنا بس عايزين نتكلم اول حاجه على الوجبات. حبيبه قلبي بقى دي اصلا بص. دي سمكه بوري سنجاري، حوالي وزنها قد ايه البوري دي؟ السمكه البوري من 350 جرام ل 400 جرام اللي في الوجبه ماشي، يعني هنقول دي من 350 جرام ل 400 جرام. السمكه البوري دي ومعاها واحد رز، واحد سلطه طحينه، واحد سلطه خضراء، وعيش. تمام. بكام؟ دي ب 60 جنيه. حلو. والبوري والبولتي المقلي الوجبه من 350 ل 450 جرام. حلو. ممكن تكون زي ده 50 جرام ولا حاجه. تمام. الوجبه 45 جنيه. 45 ولو جنيه. الزبون عايز السمكه تزيد فبقول مثلا زودها لي 100 جرام 200 جرام وبيدفع فرق وزن. وبيدفع فرق الوزن. يعني السمكيه دي مع طبق الرز ده مع السلطتين دول، الطحينه والسلطه الخضراء والعيش ب 45 جنيه. 45 جنيه. ممتاز. يعني ده حاجه اقتصاديه للي عايزين يقتصدوا. انت بتهيألي عامل كمان عروض على الكميه. على الكميات. يعني انت كنت بتقول لي عامل عرض 2 كيلو سمك عاملين عرض 2 كيلو بولتي 4 سمكات. تمام. و4 رز 4 سلطه و4 عيش ب 220 جنيه. يعني يكفي 4 أو 5 افراد. 4 افراد او 5 افراد. الغدوه اللي هي بتاعت يوم الجمعه دي. انا عارفها دي. وفرنا على العيله مثلا 40 جنيه. سيبك انت، الرز حلو قوي بس يا حنفي. ده الفن. تعالوا بقى يا جماعه بقى ايه، يعني نشوف الكلام ده ايه بقى. هو احلى حاجه ان هو حاطط لي زياده في الصينيه سمك مكرونه من الرفاع اللي انا بحبه. هو مش في الصينيه بس. هو مش في الصينيه. بس هو حاطته لي انا عشان انا بحبه، فانا ايه هبدا بيه. بسم الله. السمك المكرونه الصغنن ده ما بتبقاش حاسس بالشوك بتاعه. احنا هنسيبنا بقى من ايه، من الحاجات العظيمه دي خليها في الاخر، ونشوف بقى الكلام القريب. بسم الله ما شاء الله. قلبي دي الحته اللي في الظهر دي انا بحبها، خلي بالك. يعني ايه تقصد ايه؟ لا ولا اي حاجه، بالهنا والشفا. في ظهر دايني، في ظهر الناحيه الثانيه. ماشي. سمك طعمه حلو قوي، فريش محترم جدا. ومع الاسعار اللي احنا بنتكلم فيها، انت بتتكلم كده في وجبه بثمن اقل من 8 سندوتش فراخ دلوقتي. تاكل سمكيه محترمه وفيها قيمه غذائيه مع الرز بالظبط. يعني طبعا تاخد حته حنفي. الظهر بس اهم حاجه ايه؟ بالظهر من غير ما تاكل صباعي، يعني مش ناقص. دي تحسها فاهم، امي اللي عاملاها مش عارف ليه. سمكيه بسم الله ما شاء الله، محمله فيها لحم، تحس ان هو تسويه بيتي. بقى بالظبط. وعايز اقول لك في ميزه بقى، مفيش بهارات في الاكل، ودي حاجه عظيمه. البولتي تحفه والبوري تحفه بصراحه، الاثنين اجمل من بعض. بس قبل ما نيجي الناحيه دي، انا في بس حاجه لافته نظري هنا. هو ايه ده يا باشا؟ معلش، ده سندوتش فسيخ وسندوتش رنجه. سندوتش فسيخ والرنجه. بص اديني سندوتش الرنجه بعد اذنك، انا مش عايز حاجه تاني من الدنيا. ده الفسيخ. لا ده مش بتاعي. هتاكله؟ مش بتاعي انا. تعالوا ندوق يا جماعه الفسيخ. خدت الرنجه. اللطيف في الامر ايه بقى؟ إيه؟ انت قاعد جنبك سندوتش فسيخ مش شامم ريحته، ومش هتزروط ايديك. يعني انت ممكن لو نفسك فيه مش لازم تعمل بقى اكله الفسيخ اللي بتبهدل الدنيا وبتاخد وقت ومجهود دي. اخطف لك سندوتشين. ده فيليه، ده فيليه بس يكاد يكون صبيط، بس هو فيليه. صبيط اهو يا باشا. ده الصبيط بقى الفهم. الله النيل. صبيط بلدي. خلي بالك في ناس كتير بتجيب الصبيط اليمني والمستورد وتشغله على سن بلدي، وخلي بالك الفرق السعري كبير قوي. اكل حلو قوي بقى الفهم. الجمبري اللي كان بيتقلي تحت جمبري مقلي راس وديل. كنت هقول راس وزيت، معرفش ليه. احنا اول حاجه طبعا بنشكرك على العزومه الحلوه دي يا باشا. بقى الفهم. الله يخليك، ربنا يوسع عليكم ويكرمكم، وان شاء الله تكسروا الدنيا. انا عارف ان اليومين دول صعبين على الكل، مش عليك لوحدك، فحاول تصمد. يعني حاول ايه؟ حاول تصمد. تمام. عندك وقت وعندك بادجت انك تعمل عزومه او تاكل اكله حلوه وبتاع، ده موجود هنا بطعم محترم باسعار كويسه برضه. اللطيف هنا ان كله موجود، المكان معروف قوي وقريب لاي حد في اكتوبر. قلت لي بقى انت عامل عروض 2 كيلو بولتي و4 رز وسلطه وطحينه وعيش، ده 220 مثلا. حلو. عرض الثاني كيلو بولتي وكيلو بوري والرز والسلطه والعيش، على ما اتذكر ان هو 300. وعاملين عرض تاني بوري وبولتي جمبري فيليه وشوربه سي فود، ده عامل 600. دي اسره 5 افراد 6 افراد تاكلوا. انت بتتكلم على كميه يعني. تاكلوا وبص ندخل له 14. الصينيه اللي قدامك دي نفسها عرض، خلي بالك. لا الصينيه دي كبيره على فكره جدا. على الصينيه دي كان عندنا عزومه هنا من يوم الجمعه، كانوا بفضل من عند ربنا كانوا 12 فرد، قاموا يعني نزلوا قالوا لي بص يعني ولا كلمه. فيها جمبري باتر فلاي ولا كلمه. جمبري مقلي راس وديل، جمبري مقلي صغير اللي هو اللحم،
فيها جندوفلي، فيها صبيت فيليه. صبيت فيليه. الفيليه حلو قوي يا جماعه قوي، يعني الفيليه هنا، يعني انا بحب الفيليه طبعا، انتوا عارفين الفيليه فعلا حلو. خدوا من وبعدين تقطيعته حلوه فينجرز كده، فحتى لطيف يعني. في النعناع. حتى يعني انا عندك اطفال بالظبط، انا باكله وانا هيحبوه. بصور عادي يعني. يعني اطفال زي حنفي كده هيحبوه. في كابوريا. وفي كابوريا هنا كمان اهو. فين الكابوريا؟ عندك الكابوريا اهي، وفيها ملوخيه بالجمبري كابوريا طبعا. قدامك يعني. اه الكابوريا اهي. ايه ده؟ الصينيه بفضل من عند ربنا تكفي 6 افراد ابطال يعني. في مجموعه من المهندسين في الشيخ زايد اللي في موقع العمل والكلام ده، دول مستديمين مع الصينيه دي. مع الصينيه لأن يعني. النهارده انا يعني باكل سي فود وتمام وجمبري وكده، بدفع 200 جنيه، بدفع لي 220 جنيه، فالقصه يعني مناسبه للجميع. وخلي بالك من نقطه احنا بنحاول النهارده ان انت بتوفق ما بين الجوده وما بين السعر. يعني انت النهارده الجوده والسعر في وسط الغلا اللي احنا فيه ده الموضوع يعني صعب. من عند ربنا. احنا كنا من 3 سنين النهارده بنكسب احسن من النهارده. اكيد اكيد. احنا مستمرين على اللي احنا فيه. اسعارنا بفضل من عند ربنا يعني حطونا في مقارنه مع اي حد سواء جوده او سعر، واحنا يعني مستعدين للتحدي ده. ربنا يرزقك يا باشا ويكرمك، وانا سعيد بيك والله ومبسوط. يا باشا انا اللي سعيد بزيارتك الله يخليك، ومبسوط انك انت برضه بتخاطب كل الفئات. 5 سندوتش فيليه و5 سندوتش جمبري ولتر بيبسي بالسلطات والطحينه ب 300 جنيه. ممتاز طبعا. يعني يقف السندوتش بحوالي 30 جنيه ولا حاجه مش موجوده، يعني حاجه مستحيل تلاقيها. حاجه محترمه يعني. نفس الرقمه دي، نفس القصه دي. وخلي بالك اللي عايز فينو موجود الفينو، يعني موجود الفينو بطلب موجود زي ما انا البلد. عايز يعني، زي ما انت عايز فينو او بلدي زي ما انت عايز. ربنا يوفقك يا باشا. حبيبي يا باشا، انت وبنشكرك نورتنا تاني. وانت الله يكرمك. نورتنا، واتمنى نكون عند حسن ظنك وحسن ظن والله الاكل مشاهدينك حلو جدا، المحترمين. حلو جدا والله. تسلم ايديك ونورتونا. حبيبي، حبيبي يا كبير. انت عند حسن ظن انا يا استاذ جمال والله. تعالوا يا جماعه هنا عند اسماك البازا فندي ومش هتندموا. احنا عنواننا اكتوبر الحي الاول المجاوره الاولى امام معهد الحصري، موجود صاله مكيفه، مستعدين لجميع انواع العزومات وجميع انواع الحفلات. وبنوصل زي ما قلنا، والمنيو عندكم والارقام وكل حاجه، واي حد هيكتب لنا على الكومنتات يا ريت تبقوا تخشوا تردوا عليه بقى. يعني ليه؟ حبيبي يا يعني كبير، ليه؟ حبيبي يا كبير. السلام عليكم.